طلابنا وحبايبنا اهلا بيكم في ال200 طالعين من القلب، وعاوز انصحك نصيحتين لوجه الله. الفتره دي لازم حضرتك تبقى متفاهم ان انت معاك دليل مفاهيم في اللجنه، ودليل المفاهيم بالنسبه لمادتي في كل المعلومات اللي انت محتاجها. انت قصتك في النظام الجديد ان الشرح لازم يبقى معلومه علميه سليمه صحيحه علشان تبقى فاهمها صح وتبقى متقاله لك صح علشان تقدر تجاوب على السؤال صح. لو المعلومه انت واخدها بشكل مهزوز لا مش هتقدر توصل للي انت عاوزه. الحاجات دي كلها لقوها تحت الميه، واستحاله ان هم يبقوا بانيين المعابد في الميه. اذا يا استاذ حبه فوق فوسفات فحم شعاب معابد تحت، واحنا كنا حافظينها كده. دي حضرتك شواهد على حدوث حركات ارضيه. بص بقى عشان الحته دي مش موجوده واضحه في الكتاب بس الملخصات اشتغلت عليها. المراجعه بتاعتنا كلها لما كنا بنقعد نشرح فيها كنا بنشرح الحتت اللي عاوزه تتفهم وازاي تقدر تتعامل مع الدليل، ولذلك لازم تراجع الشرح بتاعك بشكل كامل بحيث ان يبقى في كل حاجه وفي كل المعلومات اللي انت عاوزها وازاي هتقدر تستخدم الدليل عشان تقدر تحل الاسئله. ودي كانت فكره المراجعه بتاعتك. 3 دقايق هتركز معايا، هتفتكر وهتفهم عدم التوافق بطريقه سهله خالص. اطلع فوق يحصل تعريف، انزل تحت يحصل ترسيب. في 4 عمليات يخص تكوين الصخور الرسوبيه، وعندي عملية واحدة بتخص تكوين الصخور المتحولة، وعندي عمليتين يخص تكوين الصخور مين؟ الناري. حلينا أسئلة من كل الملخصات. حضرتك انت معاك اكتر من مصادر الملخصات كلها، احنا شغالين من الملخصات كلها. انت معاك المذكرة بتاعتنا بتاعت المراجعة فارمة الأسئلة كلها. السؤال ده بتاع كتاب الامتحان ومن الأسئلة المميزة جدا. السؤال ده كويس من كتاب الوفي دي من مذكرتنا. سؤال رقم 4 بيقول جاب السؤال ده في امتحان تجريبي، سؤال ثانوية عامة وكان موجود في امتحان الحصة. معقول لغاية دلوقتي وما مدتش ايدك في امتحان شامل؟ أستاذ أنا لسه ما خلصتش مراجعة. يا حبيبي طالما الحاجة ذاكرت كلها مرة قبل كده كويس، انت ناقصك استرجاع، ما الدليل معاك تسترجع منه. تبدأ تحط ايدك في امتحان شامل من دلوقتي، ومش بتكلم على الجيولوجيا بتكلم على كل المواد. القصة يا جماعة قصة ان انا ابقى فاهم المعلومة واعرف اتعامل معاها، لاني بستغرب الاقي بعض الطلبة يقول لك اصل انا الحتة دي اصل انا حافظ اصل انا نسيت ايه يا عم؟ ما انت معاك المصدر. هو انت ما بصيتش في دليل المفاهيم؟ ما بصيتش الدنيا عاملة ازاي؟ شد حيلك ربنا يكرمك ان شاء الله باذن الله. هتبذل مجهود هتلاقيه. الفترة دي فترة حل كتير، لازم حضرتك تخلي بالك النقط الفنية اللي بتتقال في المراجعة كلها تخلي بالك منها وتسجل أول بأول. أنا مش خايف من المعلومة بتاعت الكتاب، أنا خايف من النقط الفنية اللي أنا بمليها لك وبقول لك اكتب ورايا. في مقلب اتعمل فيكم قبل كده في امتحان بالنسبة للطية بتتكون في كل أنواع الصخور، بس لو عاوز تشوفها واضحة شوفها في الرسوبية بس واضحة. بالنسبة للفالق بيحصل في كل أنواع الصخور، بس لو عايز تشوفه واضح عشان تحدد الطبقات مين طلع ومين نزل فلو سمحت في الرسوبية. اعتمدنا على الأشكال بتاعتنا احنا اللي فيها كل حاجة، اللي لما لك الدنيا كلها بطريقة مبسطة وجميلة. عملنا لك أشكال توضيحية أول ما تبص على الشكل تفتكر على طول. أشكال صخور نارية تحت سطح الأرض. البراكين تخلي بالك من اسباب البراكين قوي والفوائد دي معروف ان هي اكتر حاجتين. السلم الجيولوجي القصه مش قصه حفظ، لان السلم معاك في اللجنه ازاي تربطه وازاي تربط البيئه مع الجيولوجيا، وده كان تركيزنا في الجزء بتاع المراجعه. هديلك شويه احداث وتعالى اما نشوف كل واحده منهم حصلت فين وانا شغال على الفتره الغير معلومه الاول. ما هوش هيسالني في عصر ايه لان هي موجوده في الكتاب ده. انا عاوزك تبقى فاهم مش هي اول الحياه كامبري، والكامبري من 542 يبقى اعصابك تبقى هاديه. هتشوف اللي بيصرخ في اللجنه وهتشوف اللي عاوزه ترمي نفسها واللي بيقطع الورقه واللي بيصوت. كل ده يا باشا ولا يشغلك، هادي وبارد. وكل ما كنت هادي كل ما تقدر توصل للحاجه اللي انت عاوزها بالظبط. انتظرني في مراجعة ليلة امتحان سنتر واونلاين على اعلى مستوى، وهتشوف حضرتك ازاي هنجمع. اصل اللي بيحط الامتحان على دماغنا من فوق، بس لما بيعوزوا يجيبوا حاجة وفكرة جديدة
لازم تبقى موجوده عندنا. لما عايزوا جابوا السنه اللي فاتت الفراخ ومصر كلها اتقلبت، كنا شارحين وكانت موجوده والطلبه متدربين عليها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شد حيلك وربنا يوفقك ويرضيك ويحافظ عليك ويكرمك، وتخلي بالك حضرتك الجيولوجيا درجاتها مضمونه. ربنا يوفقك ويكرمكم ان شاء الله.